السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم على قناة حلاوة أكلنا. ولو أول مرة تشوفيني يا ست الكل، أنا اسمي ندى الحديدي. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا. الأولاد طلبوا مني مكرونة بالبشاميل، وخاصة مين اللي طلب المكرونة؟ انا انت مين؟ اصلي وانا قلت هعملها له عشان خاطر هو ايه مالك؟ اللي حصل لك؟ تعبان مالك يا ليلو؟ بس اتعور. اتعورت؟ اه، خدت كام غرزة؟ 2 لا 5. 5. المهم، هنعمل مع بعض النهارده. وما كانش كمان عندي غير كوبايه من اللبن واحده، وما كانش عندي غير ربع كيلو من اللحمه المفرومه. فقلت تمام خلاص، عشان خاطر بس استاذ سليم تعبان. فقلت هعملها له. فقلت اخترع مع نفسي بقى. تعالوا نشوف اختراعاتي ونشوف حلوه ولا وحشه. يلا بينا. اول حاجه هننزل بالماده الدهنيه، وهننزل عليها باللحمه المفرومه اللي هي ربع كيلو. هنبتدي ان احنا نفرفرها شويه من بعض كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده اول لما يتغير لونها على طول هننزل عليها ببهاراتنا الحلوة. ايه هي بقى البهارات اللي عندنا؟ اول حاجة هننزل بالملح، وكمان هننزل عليها بفلفل اسمر تقريبا نص معلقة من الفلفل الاسمر. وهنزل عليها كمان بربع معلقة من الشطة. لو انت بتحبي الحاجة حامية شوية زودي الشطة. وهنزل عليها بربع معلقة من الحبهان المطحون، ونص معلقة من السكر أو معلقة صغيرة من السكر. وبعد كده هنقلبهم مع بعض بعد ما أحط عليهم معلقتين صغيرين من الصلصة اللي هي الصلصة الجاهزة. هقلبهم كويس مع بعض، وهبتدي ان انا اقلبهم شوية، وهستنى شوية طبعا عليها لغاية لما ريحة المواد الحافظة اللي في الصلصة تروح منها زي ما انتوا شايفين كده. تمام كده تمام. بعد كده هنعمل ايه بقى؟ اكون محضرة كمية بصل حلوة، يعني مثلا بصلتين كبار وفلفلتين كبار حلوين كده، ومعهم كمان فصين توم وضربناهم في الكبة، ونزلنا على اللحمة المفرومة بتاعتنا. هنقلبها تقليبة حلوة. هتقولي كمية البصل كتير والفلفل، ما احنا عايزين نعوض بقى، يعني لحمة قليلة فعايزين نكترها شوية. فحطينا الفلفل والبصل وكمان جزراية كبيرة بشرناها وحطيناها معاهم، وهنقلبهم كويس. واول لما يتبلوا زي ما انتوا شايفين كده، وعلى فكره لما تيجوا تاكلوها مش هتحسوا باي فرق نهائي، ان هي ما فيهاش يعني لحمه كتير، لا بالعكس طعمها حلو جدا. والبصل كمان بيحلي الاكل، يعني بيخليه مسكر وحلو كده. هننزل عليها بكوبايه تقريبا من الصلصه اللي احنا بنعملها طبعا في البيت كلنا. وبعد كده هنسيبها مع نفسها كده على النار لغاية لما تاخد وتدي مع بعضها وتتسبك وتبقى حلوة كده وتستوي، وهتبقى طعمها جميل لما تجربوها. بعد كده هنعمل بقى بشاميل بكوباية اللبن اللي كانت عندي. طب انتي هي هتقولي لي دلوقتي طب هي هتكفي؟ ما احنا هنعمل تركاية حلوة كده مع بعض هنخليها تكفي، وهتخلي كمان الصينية بتاعت المكرونة حلوة جدا. هجيب كوباية اللبن وهنزل عليها بمعلقة كبيرة من الزبدة وبالملح طبعا، وبنص معلقة من الفلفل الأسمر برضو. وبعد كده هننزل عليهم بمعلقتين كبار من الزيت عشان يدوني اللمعة الحلوة بتاعة البشاميل. وأول لما يغلوا مع بعض كويس جدا هنكون محضرين تقريبا 3 معالق من الدقيق سوري، 3 معالق من الدقيق، وعليهم كوباية من الشوربة أو كوباية من المية. وهدوبهم كويس مع بعض، وهنزل على كوباية اللبن اللي عندنا، وهبتدي ان انا اقلب فيها لغاية لما يوصلوا للقوام اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي حالا معايا. تمام كده تمام. انا مش عايزه القوام تقيل، مش عايزاه تقيل جامد، يكون كويس زي ما انتوا شايفين كده اهو. ده القوام اللي انا عايزاه. بعد كده بقى هنعمل ايه؟ هناخد البشاميل بتاعنا وهنحط فيه كميه المكرونه. انا على فكره كنت عامله 3 اكياس مكرونه سلقاهم 3/4 سوا. حطينا نصهم في البشاميل، ونصهم دلوقتي هنحط عليه اللحمه المفرومه زي ما انتوا شايفين. يعني نص قلبت فيه البشاميل، والنص التاني هقلب فيه اللحمه المفرومه. حلو كده. هقلب كويس جدا لغايه لما كله يتشبع باللحمه المفرومه والصلصه والبصل والجمال ده كله. عايزه اقول لكم كانت الريحه تحفه. بعد كده اكون محضره عندي صينيه. وطبعا لو انتي وصلتي معايا لغايه هنا يا ست الكل وعجبك الفيديو، يا ريت ما تنسيش تعملي لي اشتراك في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. وما تبخليش عليا بلايك حلو زي كده وكومنت زي العسل زيك برضه تمام تمام. بعد كده هنزل بالمكرونه الاول اللي هي باللحمه المفرومه، وبعد كده هنزل فوقيها بالمكرونه اللي انا حاطه فيها صوص البشاميل زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بقى لقيت برضو في التلاجة عندي شوية من
ميكس الجبن كده كان برضو حبه صغيرين، يعني هم اللي انا حاططهم معاكم دول. وعلى فكره انا قلت لكم ان الكميه عملت معايا صينيتين، اتغدينا بالصينيه دي، والصينيه التانية شلتها في التلاجة لتاني يوم. هبتدي دلوقتي بقى اخدها احطها في الفرن 5 دقايق بس كده، ان هي تاخد السخونيه بتاعه الفرن، وبعد كده هولع عليها الشوايه تاخد اللون الحلو اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. يلا بينا، 1 2. ايوه زي الفل. عايزه اقول لكم كان شكلها حلو جدا، وطعمها كان احلى كمان من شكلها، صح يا ليلو؟ ايوه. كان حلوه. اه. حلوه قد ايه؟ الدنيا. قد الدنيا. مم. سلامتك يا حبيبي. المهم بقى، اسيبكم بقى دلوقتي عشان ما اطولش عليكم. الفيديو بتاعي خلص، وكانت الوصفه حلوه جدا. اشوفكم المره الجايه على خير في وصفه جديده من وصفات حلاوه اكلنا مع ندى الحديدي. ما تنسيش اللايك وما تنسيش الاشتراك. سلام.